حبايب الحلوين، كان يا مكان في سالف الأزمان كان فيه 2 شبان. أولهم كان ابن تاجر كبير، وتانيهم كان شيال فقير. ابن التاجر الكبير المال عنده كتير، والفرش عنده حرير. والشيال الفقير فقير، كان كل يوم من طلعة النهار يقوم، ولغاية آخر الليل كان بيشتغل ويشيل، يتعب كل التعب والرزق قليل. إنما برضو الحمد لله، أهو برضو رزقه على قد لقمته، ومادام بياكل لقمته كان الشيال الفقير بيعيش في دنيته ويقول الحمد لله. في يوم من ذات الأيام ابن التاجر الكبير قال: الدنيا كبيرة، أكبر من المدينة اللي عايشين فيها كتير. هاخد معايا الزاد والزوادة، وآخد معايا المال، وأركب حصاني وأمشي أتفرج على الدنيا في زماني. وابن التاجر الكبير خد معاه الزادة والزوادة، وخد معاه المال، وركب على حصانه ومشي يتفرج على زمانه. ابن التاجر الكبير أخد مين معاه؟ أخد الشيال الفقير علشان يشيل ويمشي وراه. والدنيا أيامها كانت دنيا غير الدنيا، كان فيها كل شيء عجيب. ابن التاجر الكبير والشيال الفقير مشيوا في الدنيا وشافوا كتير وسمعوا كتير، وفي آخر الدنيا شافوا مدينة. الدنيا كانت ليل، بس كل المدينة كانت نور، وحوالين المدينة سور، وفي قلب السور بوابة، وعلى البوابة فرسان حراس. ابن التاجر الكبير والشيال الفقير دخلوا من البوابة، شافوا الفرسان الحراس، لقوهم زي ما يكونوا زعلانين مستغربين وبيفكروا. بصوا للناس في المدينة، لقوهم زي ما يكونوا زعلانين مستغربين وبيفكروا. ابن التاجر الكبير سأل: هي الحكاية ايه؟ الناس في المدينة قالوا له: لا، دي الحكاية قديمة قوي، والحكاية غريبة قوي. في جامع المدينة صندوق قديم، والصندوق مليان ذهب، وشيخ الجامع بيقول الذهب ده كله من نصيب أول غريب يدخل المدينة. وانتوا لما دخلتوا ما كنتوش غريب واحد، لما دخلتوا 2، وإحنا دلوقتي مش عارفين ندي الصندوق لمين. على أي حال هناخدكم لشيخ الجامع، هو قاضي المدينة، وهو اللي يحكم في الحكاية دي. وأهل المدينة أخدوا ابن التاجر الكبير، وأخدوا الشيال الفقير، وراحوا لشيخ الجامع. شيخ الجامع قال: مدام دخل المدينة 2، نشوف مين فيهم أحسن من مين. اللي أحسن من التاني هو اللي يكون من نصيبه صندوق الذهب. ابن التاجر الكبير وقف وقال: إن كان على مين أحسن من مين، يبقى الذهب من نصيبي. أنا ابن تاجر كبير، واللي معايا راجل شيال فقير. أنا قصري في بلدنا كبير، والمال اللي معايا كتير، والفرش اللي عندي حرير. وزي ما انتوا شايفين الشيال فقير، يبقى مين فينا أحسن من مين؟ شيخ الجامع فكر شوية، وبعد ما فكر قال: هجاوب على السؤال بعد 2 يفوتوا اليومين، وفي اليوم الثالث كل واحد يجيب لي فطيرة من ماله، وما أشوف الفطيرتين
أقول لكم مين فيكم أحسن من مين، وابن التاجر الكبير ولا الشيال الفقير؟ شيخ الجامع هيقول الحكم بعد يومين. ابن التاجر الكبير كان معاه المال كتير، أكل ونام طول اليومين، وفي تالت يوم راح واشترى أكبر وأحلى فطيرة وراح بيها لشيخ الجامع. الشيال الفقير ما كانش معاه، اشتغل شيال في سوق المدينة طول اليومين، وفي تالت يوم راح واشترى أصغر وأفقر فطيرة وراح بيها لشيخ الجامع. شيخ الجامع حط قدامه الفطيرتين وقال: دلوقتي عرفت مين أحسن من مين. الشيال الفقير أحسن بكتير من ابن التاجر الكبير. ابن التاجر الكبير استغرب، ده كلام ايه ده اللي شيخ الجامع بيقوله؟ شيخ الجامع قال لابن التاجر الكبير: لما قلت هاتوا الفطير قلت لك هات فطيرة من مالك. الفطيرة اللي جبتها لي دي مش من مالك، الفطيرة دي من مال والدك التاجر الكبير. لو كنت تعبت وكسبت وجبت كنت أخدت فطيرتك واديتك الصندوق، بس انت ما تعبتش ولا كسبتش. اللي تعب هو الشيال الفقير، واللي كسب هو الشيال الفقير، هو اللي جاب لي الفطيرة من ماله، يبقى الصندوق رزقه حلاله. هنا بقى سكت ابن التاجر الكبير. هنا بقى عرف ابن التاجر الكبير صحيح المال عنده كتير والفرش عنده حرير، لكن لسه لغاية دلوقتي ما يعرفش يكسب قرش يجيب بيه فطير. وشيخ الجامع قال لابن التاجر: عرفت بقى مين أحسن من مين؟ اللي بيتعب أحسن من اللي ما بيتعبش، واللي بيشتغل أحسن من اللي ما بيشتغلش، حتى ولو كان شيال وفقير. وسكت ابن التاجر الكبير وحلف من يومها لا يتعب ويشتغل ويكسب، وإن جاب اللقمة يجيبها من ماله مش من مال والده التاجر الكبير. حبايبي الحلوين، بكرة إن شاء الله وفي نفس الميعاد اللي هيجي فينا هيفرح بالغنوة ويتسلى بالحدوتة. أقول لكم إيه؟ توتة توتة، غنوة وحدوتة.